ال11 بارتفاع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهعمل في بداية الدور 2 فراغ، عمود على العمود كده، اول فراغ 2 سلسلة وعمود على العمود، تاني فراغ، 4 مربع جنب بعض، هدخل هنا على السلاسل اعمل 2 عمود، 1 2، وعلى العمود عمود، كده شكلت اول مربع. هشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اكون هنا فوق المربع ده مربع، وهنا مربع، وهنا مربع، مش هعمل فوق اخر واحد هنا. هخلصهم وارجع لكم. خلصت ال4 مربع جنب بعض، هعمل فوق المربع ده فراغ، 2 سلسلة، 1 2، وهعد 1 2، وعلى العمود التالت عمود. فوق الفراغ ده هعمل هنا مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعمود على العمود. فراغ فوق الفراغ، 2 سلسلة، 1 2، وعمود على العمود، ومربع فوق الفراغ، 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعمود على العمود. فراغ هنا على المربع ده، 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود التالت عمود، عشان يكون الشكل عندي كده. بعد كده هشتغل 4 مربع جنب بعض، هنا 1 2 3 4، يعني هكمل على العمود ده 12 عمود كمان. هخلصهم لغاية ما اوصل لل4 مربع جنب بعض وارجع لكم. خلصت ال4 مربع جنب بعض، هعمل فوق المربع ده فراغ، 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود الاخير فيه عمود، وهكمل بعد العمود ده على السلاسل 3 سلسلة، 1 2 3، فوق كل سلسلة عمود علشان اكون مربع كده. اول سلسلة معايا 1 2 3، كده شكلت مربع على السلاسل. 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا هعمل غرزة حشو واحدة، هسيب اول غرزة، هدخل على تاني غرزة هنا اعمل عليها غرزة حشو، بعد كده 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهروح هنا على السلاسل قبل العمود، هنا هعمل على السلسلة 1 2 3، يعني هبتدي من السلسلة هنا قبل العمود ب3 سلاسل، 1 2، هدخل في التالتة هنا، وهيبقى هنا اول عمود معايا، 1 2 3 وعلى العمود هنا عمود، كده 4، شكلت المربع.
شايفين الشكل؟ فوق المربع ده هشتغل فراغ 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود عمود، بعد كده هنا الجزء ده هيبقى تكرار للجزء هنا. هكرر من بعد الفراغ هنا هشتغل 13 عمود، فراغ مربع فراغ مربع فراغ، 13 عمود لنهاية الدور هينتهي ب2 فراغ. هخلصه وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كررت زي ما قلت لكم، وصلت لنهاية الدور وعملت 2 فراغ بنفس الطريقة. اخر فراغ بنعمل 2 سلسلة، بنعد في السلاسل 1 2، في السلسلة التالتة بدخل وبعمل عمود. للدور 12 هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهشتغل فوق ال2 فراغ دول 2 فراغ، على العمود عمود، 2 سلسلة، وعمود على العمود. كده شكلت ال2 فراغ في بداية الدور. 3 مربع جنب بعض، مربع 2 3 اهم، 1 2 3. بكام عمود من هنا لهنا؟ 10 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهشتغل فوق المربع ده فراغ 2 سلسلة، 1 2، وعمود على العمود، وهكمل بعد العمود ده هعمل 6 عمود كمان لغاية هنا. 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعمود على العمود، وهكمل لغاية ما اشكل 2 مربع جنب بعض. ادي مربع، هشتغل هنا كمان مربع. كده شكلت ال2 مربع جنب بعض. هعمل هنا فوق الفراغ فراغ، 2 سلسلة، وعمود على العمود، وهكمل على العمود ده كمان 6 عمود بلفة علشان اشكل 2 مربع جنب بعض. وفوق المربع الفراغ ده هنا هشتغل المربع التاني، 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعلى العمود عمود. كده شكلت 2 مربع جنب بعض. بعد كده هعمل فراغ 2 سلسلة، 1 2، وهعد 1 2، وعلى التالت عمود، وهشكل 3 مربع جنب بعض. لو بصيت كده اهم 3 مربع، 1 2 3. هخلصهم وارجع لكم. خلصت ال3 مربع جنب بعض. هعمل هنا 2 فراغ، فراغ على الفراغ وفراغ على المربع، 2 سلسلة، عمود، و2 سلسلة، عمود. وهكمل بعد العمود ده على السلاسل 3 عمود جنب بعض، 1 2 3. هدخل هنا على اول سلسلة وهشتغل العمود
وهكمل عليه كمان 2 عمود علشان اشكل مربع. شكلت المربع على السلاسل، هعمل 2 سلسلة، 1 2، وهروح مباشرة على السلاسل هنا، هعد بعد اول عمود 1 2 3، هدخل اعمل هنا على السلسلة، كل سلسلة من ال3 دول عمود علشان اشكل مربع عليهم. 1 2 3. وعلى العمود هنا عمود، يبقى كده شكلت المربع. وعلى المربع ده هعمل فراغ 2 سلسلة وعمود على اخر عمود فيه، كمان فراغ على الفراغ 2 سلسلة عمود. ومن هنا هبتدي اكرر اللي اشتغلته هنا من اول ال3 مربع جنب بعض، هشتغل الجزء ده كده هنا وارجع لكم. كده خلصت الدور ال12، نهيت الدور ب2 فراغ زي ما بدأت الدور ب2 فراغ، ونهيت بالطريقة المعتادة 2 سلسلة وعديت في السلاسل 1 2، وفي السلسلة الثالثة بعمل عمود. للدور ال13 برتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهشتغل في بداية الدور 4 فراغ جنب بعض. هنا عمود على العمود كده اول فراغ، 2 سلسلة، 1 2، عمود على العمود، تاني فراغ هكملهم بنفس الطريقة، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود. كده شكلت 4 فراغ في بداية الدور. بعد كده هشتغل 4 مربع جنب بعض اهم، شايفينهم؟ ادي مربع وفوق الفراغ مربع، والاتنين مربع دول كمان هيبقى فوقيهم 2 مربع جنب بعض. هخلصهم وارجع لكم. هنا هشتغل فراغ فوق الفراغ، 2 سلسلة، 1 2، وعمود على العمود، وبعد كده هشتغل 4 مربع جنب بعض. بعد ما شكلت ال4 مربع جنب بعض هعمل هنا 5 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة، 1 2، وعمود فوق العمود. كده الفراغ الأول، 2 سلسلة وعمود فوق العمود. كده الفراغ التاني، وهكذا لغاية ما يتشكل عندي 5 فراغ جنب بعض. خلصت ال5 فراغ جنب بعض. هنا على السلاسل هشتغل في الجزء ده على السلسلة الأولى عمود، والسلسلة التانية عمود، وعلى العمود هنا هدخل وأعمل عمود علشان أشكل مربع بالشكل ده. وبعد كده هشتغل هنا تاني 5 فراغ جنب بعض، وهكرر من بعد ال5 فراغ جنب بعض هشتغل من أول ال4 بالشكل ده. هخلصه وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين وصلت لنهاية الدور، ونهيته ب4 فراغ. للدور ال14 هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الشغل، وبداية الدور هتكون معايا فراغ واحد بس. هدخل على أول عمود هنا وهشتغل عمود. 3 فراغ اللي جنب بعض دول هشتغل فوقيهم 3 مربع جنب بعض.
هدخل هنا على السلاسل، اعمل 2 عمود، 1 2، وعلى العمود عمود، وهكمل بنفس الطريقة لغاية ما يتشكل 3 مربع جنب بعض. اتنين عمود على السلاسل وعمود على العمود بالشكل ده. انا هشتغل فراغ 1 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود التالت عمود، وهكمل 3 مربع جنب بعض زي دول، هيبقى 1 2 3. هخلصهم وارجع لكم تاني. خلصت ال3 مربع جنب بعض، هشتغل فوق الفراغ فراغ، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، وهكمل هنا 3 مربع جنب بعض. ال3 مربع جنب بعض بكام عمود؟ ب10 عمود بلفة. انا بس حابة اعتذر لو الاجزاء بتنزل متأخر شوية، طبعا احنا فترة امتحانات وربنا يعديها على اولادنا بخير يا رب، فهو ده اللي بيأخرني شوية. بعد كده بعد ال3 مربع جنب بعض هشتغل فوق المربع هنا فراغ زي هنا، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، وهنا على ال3 فراغ دول هشتغل 3 مربع جنب بعض زي دول. هخلصهم وارجع لكم. في الجزء ده هشتغل 5 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة وعمود فوق العمود هنا، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة وعمود، كده 3 فراغ، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 5 فراغ جنب بعض. من هنا هبتدي التكرار بتاعي زي الجزء ده بالظبط. هشتغل 3 مربع فراغ، 3 مربع فراغ، 3 مربع فراغ، 3 مربع، ونهاية الدور هتكون بفراغ 1 بس. هخلص الجزء ده ونرجع نكمل للدور ال15 بعد كده. كده خلصت التكرار ونهاية الدور بالفراغ زي ما قلت لكم. للدور ال15 هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهعمل في بداية الدور 2 فراغ جنب بعض. هدخل على العمود هنا واعمل عمود، كده اول فراغ، 2 سلسلة وهعد 1 2، وعلى العمود التالت عمود، كده تاني فراغ. بعد ال2 فراغ هشتغل فوق المربع هنا والمربع هنا مربع، يعني 2 مربع جنب بعض. بعد العمود ده هشتغل 6 عمود كمان. هخلصهم وارجع. خلصت ال2 مربع جنب بعض، هشتغل فوق الفراغ فراغ، 2 سلسلة عمود فوق العمود، وهكمل 6 عمود بلفة جنب بعض بعد العمود ده علشان اشكل 2 مربع جنب بعض. بعد ما اشتغلت ال2 مربع جنب بعض هشتغل فوق المربع هنا فراغ، 2 سلسلة وعمود على العمود،
وهنا هشتغل فوق الفراغ مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود. كده شكلت مربع. بعد كده هشتغل فراغ، 2 سلسلة، 1 2 على التالت عمود، وهنا هشتغل 2 مربع جنب بعض. كده اول مربع، وكمان الأعمدة اللي جنبه هنا. كده شكلت تاني مربع، 2 مربع جنب بعض. بعد ال2 مربع هشتغل فراغ، 2 سلسلة، 1 2 وعمود على العمود، وبعد كده هنا هشتغل ال2 مربع اللي جنب بعض دول. خلصت ال2 مربع جنب بعض، هشتغل هنا 7 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، لغاية ما أشكل 7 فراغ جنب بعض. خلصت ال7 فراغ جنب بعض، هبتدي أكرر تاني في الجزء ده اللي اشتغلته في الجزء ده. هتكرري من بداية ال2 مربع فراغ، 2 مربع فراغ مربع فراغ، 2 مربع فراغ، 2 مربع، ونهاية الدور هتنهيها ب2 فراغ. هخلص لنهاية الدور وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كررت من بداية ال2 مربع، وصلت لنهاية الدور عملت ال2 فراغ. اخر فراغ 2 سلسلة، وبعد في السلاسل 1 2 في السلسلة التالتة بعمل عمود. بكده اكون خلصت شرح الدور ال15.